السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور علاء أحمد. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هتكلم مع حضراتكم من خلال قناة كيان الزراعة يوتيوب. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع الإصابات البكتيرية اللي موجودة في النباتات، والنهاردة هخص بالذكر محصول البطاطس على اعتبار ما هو قادم إن شاء الله. البطاطس اللي هي المحل اللي بتبدأ تتزرع من منتصف شهر سبتمبر. الحقيقة موضوع الذبول البكتيري والإصابات البكتيرية والطبقات البكتيرية، في جامعة اسمها مونتانا University of مونتانا في الولايات المتحدة الأمريكية. جامعة مونتانا ديت أصلا متخصصة في المجال الزراعي، ففي بحث معمول على البطاطس فيها على الإصابات البكتيرية. كان من التوصيات بتاعتهم عن الإصابة البكتيرية سواء رش أو حقن ان حضرتك ترش مبيد نحاسي او تحقن بمبيد نحاسي في موضوع البكتيريا، وفاصل 7 ايام وتبدأ تستخدم مضاد حيوي. المضادات الحيوية اللي ممكن يكون ذكروها شوية اللي هو التتراسايكلين والستريبتومايسين وهيدروكسي كينولين سلفات ومادة الكازوجامايسين. الحقيقة موضوع البكتيريا ده موضوع مهم جدا. ليه بقى؟ لأن موضوع البطاطس 120 يوم من 100 ل 120 يوم، موضوع كثرة استخدام المضادات الحيوية ضرر، يعني لها ضرر كبير جدا على الإنسان. فلازم احنا ناخد بالاعتبار إن حضراتكم لما أجي أحقن مبيد بكتيري، بالأخص المضادات الحيوية المتخصصة في الحيوانات والدواجن والمواشي، القطاع الحيواني بصفة عامة، يجب ان انا اكون حذر فيها قوي. كمان المادة المتخصصة زراعيا والمسجلة اللي هي مادة هيدروكسي كينولين سلفات والموجودة في مركب ريفانول في السوق المصري، فيجب ان انا لما احقن حاجة زي كده المبيد الزراعي ممكن اكرره، اللي هو ماده هيدروكسيكينولين سلفات ممكن استخدمه مرتين في الموسم، ولكن رجاء المضادات الحيويه زي التتراسايكلين الستريبتومايسين يعني رجاء تستخدمها مره واحده في الموسم. فالافضل انك ترش مبيد نحاسي، وبعد مبيد النحاسي باسبوع تطبق المبيد اللي هو الحيوي اللي هو المضاد الحيوي عذرا. او ممكن ترش المبيد المضاد الحيوي او تحقنه، وبعد اسبوع اخش بالمبيد النحاسي. سواء بدأت حضرتك بالنحاس وفاصل اسبوع استخدمت المضاد الحيوي سواء كان الزراعي او ريفانول اللي هو مستخدم زراعيا ومسجل للزراعة، يفضل ان حضرتك لو دخلت بالنحاس اسبوع واستخدم يا اما مضادات الحيويه الزراعيه يا اما استخدم حاجه زي الريفانول او الكازومين، حاجات متخصصه زراعيه بعد اسبوع. ولو بدات بالعكس استخدمت مبيد ريفانول او كازومين او المضادات الحيويه زي التتراسايكلين والستريبتومايسين، بعد اسبوع استخدم المبيد النحاسي. هنيجي بقى عند اللغط الكبير. انا دلوقتي عندي ذبول بكتيري، اعرف ازاي؟ دائما وابدا الذبول البكتيري، لو انا مثلا عندي عفان جذور في صوره ذبول بكتيري، دائما وابدا لما تعمل قطاع عرض في الساق هتلاقي الافرازات اللزجه بتاعه البكتيريا. كمان بكتيريا العفن الحلقي في البطاطس او العفن البني دائما وابدا بتعمل روائح كريهه في الاصابه، في مرحله الاصابه المتقدمه. يعني خلاص الاصابه دخلت وبدات تشتغل وبدات يحصل البكتيريا تعمل افرازات، اللي هي افرازات البكتيريا بتبقى افرازات رائحتها كريهه جدا. فانا ممكن احقن الكلام ده وقايه خالص من بدايه الموسم. استخدم مبيد زي الريفانول 500 سم للفدان، من 500 ل 750 سم للفدان، حقن في الري بالتنقيط. وبعد اسبوع فاصل اسبوع استخدم مبيد نحاسي من يعني لتر للفدان، حاجه زي الكوفريت او 2 كيلو اكسكلور نحاس للفدان، حقن في الري بالتنقيط. وبكده هبقى انا حفظت نفسي او حفظت النبات بتاعي من الاصابات البكتيريه، لان حضراتكم الاصابه البكتيريه يبقى ضررها كبير جدا على الدرانات، لانها بتعمل انخفاض في القيمه التسويقيه للدرانات، بالاضافه ان بيحصل عفن وتحلل مائي للدرانات.
لو الاصابه عندي عاليه ممكن يسبب لي خسائر فادحه في محصول البطاطس. فيفضل ان انا احني الحاجات ديت وقائي. كمان ممكن اول ريه للبطاطس ممكن اسحب حاجه مبيد نحاسي خالص، مفيش مشاكل خالص في اول ريه. ممكن اسحب اوكسيكلور نحاس، او اسحب كبريتات نحاس، او اسحب اسيتات نحاس، او جلوكونات نحاس. كل الكلام ده له علاقه بالبكتيريا لو انا عارف ان الارض بتاعتي فيها اصابات. وعموما اصابات البكتيريا بتيجي من خلال الاصابه، يعني الضرنات بالاخص العروه اللي هي المحلي، بيبقى دايما بيبقى جزء كبير جدا. طبعا في بكتيريا بتبقى متحوصله في التربه، بتعيش عدد من السنين كبير في التربه. بالاضافه ان ممكن حضرتك يكون عندك ضرنات فيها اصابه البكتيريا. كمان عايز اقول لك ان وقت التقطيع الناس اللي بتقطع البطاطس نظرا عشان توفر تكلفه، القطر او المشرط اللي حضرتك بتقطع بيه لو صدفت ان قابلت ضرنه فيها بكتيريا بتنقل الاصابه ل 20 قطعه على الاقل من القطع اللي حضرتك وقت التقطيع لو في ضرنه قابلتك او بطاطسايه قابلتك فيها اصابه بكتيريا. فده كفيل قطعه واحده من المشرط، قطعه واحده بس من المشرط كفيل انك تنقل الاصابه ل 20 قطعه بعد كده سليمه، وبالتالي هيبقى عندك نسبه الاصابه عاليه. طب اعمل ايه؟ اطهر المشرط بتاعي. عندك الكلور، الكلور من الادوات التعقيم، من مواد التعقيم الكويسه خالص. او في حاجه كان اسمها البيوسان بيستخدموها في تطهير معامل البيض في الدواجن، اسمها البيوسان. البيوسان ده عباره عن ماء اكسجين مع بعض المواد الاخرى، بيبقى حامي شويه على الايد، فممكن برضو نستخدمه 2 سم على اللتر، وانقع فيه المشرط كل قطعتين، يعني كل فتره انقع فيه المشرط. يفضل نقع المشرط على الاقل خالص كل 10 ضرنات ان اعقم المشرط بتاعي، عشان اضمن الاصابه ما تتنقلش للقطع اللي هي ما فيهاش اصابه. لو انا صادفني قطعه مصابه، كمان لو انا صادفني قطعه مصابه وانا متاكد ان هي مصابه ببكتيريا وفيها تعفن مائي، بلاش يا جماعه قصه انك حضرتك تيجي عامل قطع في الضرنه بجزء منها ومستخدم الجزء الثاني. بلاش. انت لقيت القطعه فيها تحلل مائي او الضرنه فيها تحلل مائي، استثنيها واعمل لها ازاله خالص بعيد، مش مستاهله يعني. كمان الحاجات اللي عايز انصحك بيها واكد عليك، لو لقيت ضرنه مصابه وانت متاكد انها مصابه ما تقطعش منها وما تستخدمهاش، يبقى انت كده حضرتك تجنبت ان ممكن يحدث اصابه. طب حضرتك قطعت وبتيجي بعض الضرنات مع ضغط الوقت والشغل ما بيكونش حد مركز، فبيجي بعض الضرنات بيكون فيها الاصابه البكتيريه، ممكن ان انا ما اخدش بالي منها، فلازم التعقيم مهم جدا. طب واحد هيقول لي والله انا مش لاقي كلور ولا لاقي البيوسان اللي حضرتك بتقول عليه. يا باشا يكفي اي ماده فيها نحاس 4 سم على اللتر وتخليه جنبك وتقلبه كويس وتحط المشرط بتاعك في المبيد النحاسي ده ويتقطع، مفيش مشاكل خالص. في نهايه الفيديو يعني اتمنى لو حضراتكم فاتكم المحتوى تعملوا لنا سبسكرايب في القناه وتفعيل زر الجرس وشير المحتوى عشان يستفيد الجميع. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونتقابل ان شاء الله في حلقات تانية من خلال قناه يوتيوب كيان الزراعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.